السيدة رئيسة واحد الاعتذار لأن في الأول اعتذرت لنا وقلت لنا راه ما تنتكلمش باللغة العربية وهذه كتكلم بها. كلمة الأستاذ سيد أستاذ الكاكي دونك سي إبراهيم تفضل ميكرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، مداخلتي تصير على موضوع الشهادة الطبية الذي تطرق له الأستاذ المصباحي. أعتقد أنني من الأفضل أن أتكلم باللهجة الدارجة ربما حتى يكون تواصل متكامل بين الجميع. بخصوص هذه الشهادة الطبية والتي قالت عنها الأستاذة نادية المنصوري والدكتورة نادية المنصوري أنها مجموعة من وراء أو من وثائق خطيرة جدا. بالفعل الخطورة ديالها نقدروا نشوفوها من جانب ديال التزوير، من جانب المبالغة في عز المسلم الضحية أو ولكن خصنا نشوفوها جانب آخر اللي هو جانب اجتماعي وجانب مادي، جانب مالي، ميزانية الدولة وكذلك الدور ديالها ما يخص مالية الصحة. لماذا؟ عندما قبل أن أتطرق الموضوع أذكر بموضوع ديال مدونة السير. الوقت فاش بحر بدات مدونة السير في التطبيق كانت واحد مجموعة من اللقاءات بين جميع الأجهزة، بين الأطباء، بين الضابطة القضائية، بين الناس القضاء، وتطرقوا لهذا الموضوع ديال الشهادة الطبية. بداية حوادث السير الأولى في الشهور الأولى كنا كنلاحظوا مجموعة من الشواهد تسلم من طرف أطباء سواء عموميين أو في القطاع الخاص، كان فيها العجز المؤقت لا يقل عن 20 يوما. علاش؟ لأنه كان المشرع تيقول لك إذا تجاوز العجز 21 يوم تتم متابعة المتهم. ولكن واحد الشهور ولا 4 شهور دغيا طلعت 45 يوم، دغيا طلعت 60 يوم، دغيا أسنى من الأسباب، مع العلم أنه نفس الحالة تكون بحال متشابهة كترتبط عليها نتائج. هو أنه البطالة، أنه مجرد ما تفوت 20 يوم إجباري يسحب رخصة السياقة. تعلق الأمر سائق السيارة، سائق طاكسي، سائق حافلة، بطالة مدة لا تقل عن 3 أشهر، وهذا سحب إجباري في هذه الحالة هذا. إذا شكون اللي تيسحب هنا؟ يسحب الطبيب بناء على سوء التقدير ديالو للقرار. واحد النهار كان تيقدر القرار لأن عارف فيه الخطورة تاع 18 يوم 17 يوم، مع العلم أنه ما كاينش شي عجز اللي هو كيستدعي، من بعد تلقاو بأنه رفع اسفيدو. هذا سؤال، هذا اقتراح ربما يكون تمس يكون في التوصيات، وربما الدكتور والاستاذ المنصوري غادي ياخذ باعتباره رئيس او رئيس الاطباء بمراكش. ثاني حاجه هو انه هذه الشهاده الطبيه المشرع اعطى امكانيه للنيابه العامه الى تفوت العجز 21 يوم تتم المتابعه، وقل من 21 يوم ما كتمش المتابعه. هنا فين تلقاو انه الشهاده الطبيه عندها دور في الميزانيه. علاش؟ لان اذا تمت المتابعه ديال المتهم يعفى من الرسوم القضائيه، وهذه الرسوم القضائيه فين كتمشي هذه الرسوم القضائيه؟ جزء منها تيمشي للميزانيه ديال الدوله، خاصه ملي كيخسر الدعوه ديالو او لا ملي كيكون العجز او لا المطالب اللي يطلبها كتكون اقل من تحكم المحكمه باقل من المطالب ديالو. علاش؟ لانه مثلا 20 مليون راه كيخلص عليها واحد المبلغ باهظ، ولكن اللي عطينا 30 يوم ضعفا الدوله كتطيع هنا، وبالتالي الدوله رضع ذاك الطبيب. علاش؟ لان الطبيب باش تبدا توفرت الميزانيه راه ممكن السالير ديالو يرتفع. الطبيب اذا كان في القطاع الخاص ممكن الاجهزه الطبيه ينخفض الثمن ديالها، ممكن الدوله تستوردها من دوله اخرى. اذا هنا الميزانيه راه عندها واحد الدور، الشهاده الطبيه عندها واحد الدور في الميزانيه. بالتالي هذه الشهاده الطبيه اللي هي
كنقولوا وثيقه تغير تعطيها في ديك اللحظه تيخرج الضحيه تقول الصاحبي راه ساليت المهمه ديالي، ولكن لا، راه ربما شردتي اسره حالات كثيره في العنف ضد النساء. وربما الاطباء لو انهم كانوا مجموعه الاطباء غادي ياخذوا بالهم كيجيو نساء اللي هما كيصطنعوا ردود. هذه مسائل معروفه عند الاطباء ومعروف خاصه العنصر النسوي كتصطنع ردود ربما قاضي ما يعرفهاش، كتمشي عند الطبيب تعطيها شهاده طبيه بعجز كبير، والحال انه النزاع بينها وبين الزوج ديالها. لو انه كانت شهاده موضوعيه وكيل الملك ما يقدرش يطلق القرار ديال الاعتقال، لان اول حاجه تيفكر فيها هو ذاك القرار ديال الاعتقال. يحتاط جدا في اتخاذ القرار ديال الاعتقال لانه مشأنين شريك الاسره. ولكن من تتوقف ضحيه حامله ردود كلها مصطنعه تابعه للشهاده الطبيه، وان الطبيب يصف الردود بالشهاده الطبيه، هنا يضطر باش يعتقل، وهنا غادي يخرج على الاسره وغيشرد الاسره بسبب هذا الاعتقال. لو انه لما كانت شهاده طبيه ربما تبع في حال صراح، وربما كانت محاوله صلح، ربما كانت مجموعه من الاشياء. اذا ربما اعتقد انني طرقت لهذا الجانب هذا ولو ايجاز، وكان امنيتنا في هذا سميتو نتمناو انه تعاود هذه الندوه هذه ويحضروا فيها ناس اللي هما فاعلين، بالاضافه للاطباء وبالاضافه لكليه الطب. كان بدنا يحضر طبيب شرعي، كان بدنا يحضر مدير المستشفى الجامعي لانه عنده دور مهم في مراقبه الاطباء اللي هما عاملين تحت الاشراف ديالهم. السيد رئيس هيئه الاطباء بمراكش ربما تبقى غير اتصال ديالو بهم تبقى في اطار ادبي وفي اطار، ولكن في الناحيه المراقبه الصحيه الا ما تقدمت الشكايه راه تيبقى بعيد شويه. ثانيا بخصوص هذه الشواهد، واحد الملاحظه لاحظها الاستاذ المحامي العام انه الشواهد الطبيه يجب ان تصور لها نسخه من شهاده البطاقه الوطنيه. كان هنا واحد الاتفاق ما بين النيابه العامه وبين هيئه الاطباء انه ما يمكنش تقبل شهاده طبيه الا وبها رقم البطاقه الوطنيه، والا ما كانش يتوفر صوره ديال المعني بالامر. وهذه المساله هذه اندثرت وتنقل اندثرت خاصه في القطاع الخاص، وهذا كان عنده تاثير كبير. وشكرا، واتمنى ان تكون هذه المداخله في شكرا أستاذ على هذه المداخلة. العنف موضوع كبير جدا، دونك سنتركه هذا الموضوع لأننا احنا بمصلحة جراحة الوجه والفم في المستشفى التي أشرف عليها قمنا بدراسة عن العنف في هذا الصيف، تقريبا 1500 حالة عنف وجه، وسوف نتطرق الموضوع لاحقا إن شاء الله. الأستاذ يونس الزهري، صفتكم في نوال الأستاذ الزهري. شكرا سيدة الرئيسة، شكرا لجميع الهيئات التي سهرت على تنظيم هذا اللقاء العلمي الرصين بكل المقاييس. أكيد أن موضوع المسؤولية الطبية هو من المواضيع الشائكة، لأنه يتلاقح فيها ما هو قانوني بما هو إنساني. وبالتالي حينما نطرح موضوع المسؤولية الطبية نطرح أحد المواضيع الكبرى. زملائي المتدخلون أفاضوا في الحديث عن كثير من الإشكاليات. الأستاذ الفاضل الدكتور مولاي إدريس النوازلي للأسف الوقت لم يكن رحيما معه حينما وصل إلى التطبيقات القضائية الموضوع. انتهى الوقت وتمنينا بشكل كبير أن يعطينا هذه التطبيقات القضائية، لأن حينما نتحدث عن الموضوع هكذا موضوع المسؤولية الطبية يبدو أننا نحاسب أو نحاكم الطبيب، والحال أنه لا نحاكم أحدا، لا ندين أحدا بشكل مسبق كما تفضل أستاذي الفاضل سيدي عبد العال الصباحي.
في جميع المهن تثار مسألة المسؤولية. إذن حينما سندرس حالات ستبين لنا الأخطاء الطبية. المشكل في تناول الخطأ الطبي هو أنه في غالبيته يكون القاضي مضطرا إلى اللجوء إلى وجهة نظر الطبيب الفني لتقرير مدى قيام المسؤولية الطبية من عدمها. إذن في النهاية سنعود إلى ما قاله الأستاذ مصباحي من أن الذي يحكم خارج رضاهات المحاكم هو الطبيب، حتى فيما يتعلق بتقرير المسؤولية الطبية. الإشكال يأتي من إثبات الخطأ الطبي. من الذي سيقرر أن هناك خطأ طبيا؟ من الذي سيقول إن هناك تجاوزا من الطبيب في التدخل الفني؟ إذا ما هي الحدود الفاصلة بين ما يعد خطأ وما يعد تدخلا طبيا، خاصة وأننا في مجال لنقول أن الطبيب يعالج والله سبحانه وتعالى يشفي المريض. ضروري ما نستحضروا هذا المقارنة. مسألة تثار واحد النقطة جد هامة تناولها سيدي مولاي إدريس النوازلي، وهو ما يتعلق بعلاقة السببية. حينما تتداخل الأسباب، حينما يكون هناك مجموعة من الأطباء تدخلوا في العملية، كيف نحدد المسؤول عن الخطأ الطبي؟ تيجي واش الطبيب اللي دار عملية تخدير، واش الطبيب الجراح، وهي عملية من الدقة بمكان. احنا بالنسبة لنا مسألة من الناحية القانونية وضعت مجموعة من النظريات التي حاولت أن تجيب عن هذا الإشكال. نظرية السبب القريب، نظرية تعادل الأسباب، أن كل الأسباب تجعل على كفة واحدة وتوزع نسبة المسؤولية بالتساوي، ونظرية السبب القريب أو آخر سبب. بغيو نسمعوا منكم الأستاذ المنصوري بحكم أنكم ممارسين من الناحية التقنية كيف تنظرون إلى هذا الإشكال. موضوع آخر تناولتموه بروفيسور المنصوري وهو ما يتعلق بالحق في الصحة. حينما نتحدث عن الحق في الصحة أكيد هناك مسؤولية عن جهة تقع على جهة معينة. هذا الشخص، هذا المريض الذي لا يتمكن من الحصول على الحق، لأننا قلنا الحق في الصحة يساوي حق المريض في العلاج. إذا لم تقدم له الإسعافات ونتج عن ذلك ضرر، من يتحمل المسؤولية؟ واش مسؤولية الدولة لأنها لم توفر المرافق الصحية، أم مسؤولية من؟ عن هذا الإشكال يتفرع إشكال آخر يتقاطع بما هو جنائي، وهو ما يتعلق بجريمة الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر. باش نكونوا واضحين، ما نبقاوش ندويو شوية من الفوق. تحدثتم عن أطباء القطاع الخاص. طبيب القطاع الخاص حينما نتحدث عن المصحات تقول لك أودي باش صحيح ملائكة الرحمن والكلام الجميل ما مختلفينش فيه، ولكن مصحة، واش مصحة كتلقى الفلوس؟ مصحة عندها مصاريف. واش تدخل واحد المريض وخسرت عليه واحد 20 ولا 30 مليون، الاول الثاني الثالث الرابع، شنو غادي نصيفطوا على التصفيه القضائيه وتقول لي الامتناع عن تقديم مساعده لشخص في خطر؟ واش حينما تستحضر المقاربه الماليه ما يتعين على المريض اداءه، واش مقاربه يمكن ان تنفي العنصر الجرمي عن الفعل، عن الامتناع في تقديم مساعده او لا؟ احنا كقضاة نتذكر دائما الواقعة الشهيرة التي وقعت القاضي المرحوم الأستاذ المجدوبي في أحد مصحات الرباط. كان واحد القاضي مصحة طلبوا لي الشيك
التدخل الطبي يتعين الأداء. دابا حينما يلجأ المريض إلى مصحة خاصة وتكون هناك حالة استعجال، هل يتعين الأداء عاد يقدم الطبيب العلاج أو لا؟ إلى غدا مات هذا السيد وتوبع الطبيب بجنحة عدم تقديم مساعدة لشخص بخطر، هل سنسائله جنائيا أم لا؟ وشكرا لكم. كل إجابة بعد المداخلات. السيد علوي كمان. السيد كمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علوي كمان متصرف بوزارة الصحة وفعلنا قريب قطاع لا يجمع. بداية أتقدم بالشكر لجميع الإخوة الذين ساهموا على إنجاح وتنظيم هذه اللغة، وكذلك الأساتذة المحترمين الذين أقرضها سواء على المستوى القانوني أو على المستوى المهني. كما أود التذكير أن النظام الصحي هو بحاجة ماسة إلى مزيد من التفاعل مع المحيط الخارجي فيما يخص محاولة خلق واحد من الحكمة داخل القطاع اللي يمكن يساهم فيها الجميع سواء المهنيين أو من خارج القطاع الصحي. فبداية أود التذكير أن الإشكال الحقيقي المطروح هو يعني كيفية تكييف الموضوع. الموضوع من وجهة نظرنا ينبغي أن يطرح عبر المقاربة الآتية، وهو الممارسة الطبية بالقوانين المنظمة وإكراهات الواقع. نحن نعلم جيدا أن الممارسة في نظام الصحة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، سواء من خلال مهام الأطباء أو باقي الفئات التي تمت يعني لم يتم التطرق إليها في